هلا والله يا شباب، فيديو النهارده فيديو اسطوري. النهارده اقول لكم على خطه قويه جدا في الدفاع وفي الهجوم، بس خطتنا النهارده شكلها في الخطه مرعب لاي منافس، ولكن في الهجوم بقى فتاك. فتعالوا يلا، بس ما تنسوش لايك وشير وكومنت تشجيعي، ويلا بينا على طول على الخطه. اول كده هتنزل لي باقوى مدرب بيلعب باسلوب الكويك كونتر، وانتوا لو عاوزين اشرح لكم خطط تانية باساليب تانية انزل تحت اكتب لي في الكومنت واعمل لك الحلقات القادمه اقوى خطط لاسلوب تاني انت هتختاره. فانا عندي تشافي هو اقوى واحد عندي بيلعب باسلوب الكويك كونتر، فده اول حاجه. تاني حاجه هتيجي هنا وتختار الخطه اللي اقولك عليها، اللي هي خطه 4-3-1-2. بعد ما تختارها هنحرك اللعيبه على ارض الملعب واقول لك افضل ستايلات، واقول لك ازاي تعمل التعليمات الفرديه عشان هتفرق معانا جدا جدا، عشان سر في تشكيلتنا النهارده. بعد ما اعمل كده هقوم ساحب بقى ده واحطه قدام اللاعب الاولاني ده كده، بص كده قدامه بالظبط، وده اسحبه قدام اللاعب التاني كده بالظبط. ركز معايا كويس، خليهم كده قدام بعض بالظبط، تمام. وده هتحطه قدام اللاعب ده بالظبط، وده هتحطه قدام اللاعب ده بالظبط. كده اي منافس هيخش يشوفك كده يقول انت دفاعي بحت، صح كده؟ اكيد انت شايف المنظر الخطه ده، انت بتدافع على شرفك، صح؟ انا عارف ان انت شايف كده وحاسس بكده، ولكن تعال اقول لك التعليمات الفرديه هتقلب تماما الخطه. بس في الاول هقول لك على تركايه مهمه جدا. اول تركايه هتجيب لي، ركز في اللاعب ده. اللاعب ده هو اهم لاعب في التشكيله دي. اللاعب ده يكون بيلعب باي ستايل، اي ستايل يعجبك لاعب اللاعب ده. بس شرط اهم حاجه يتوفر عند اللاعب ده حاجه معينه، اللي هي التمريره تكون عاليه. التمرير عنده يكون لاعب الساحر. اللاعب ده لازم يكون الماجيك بتاع الفريق، يكون التمرير عنده عالي، تمام. فوق ال90، يعني 90 فيما فوق. عندنا بص خط النص بقى، الطرفين دول لازم يكونوا هول بلاير ما بين الوسط والهجوم، ده وده يكون ما بين الوسط والهجوم. ده يكون اي ستايل، اي ستايل يعجبك سي ام اف لعبه، تمام. بوكس تو بوكس، اي حاجه اللي انت عندك لعب، بس اهم حاجه التمرير يكون ده يكون عنده عالي، التمرير يكون عنده عالي، تمام. ده لازم يكون زي فيرا كده، اللي هو ديستروير او انكر مان، والافضل يكون انكر مان، تمام. تمام. ده طبعا يكون عنده الفينش كويس، يعني مش ان هو بس يكون بيباصي، برضو الفينش عشان هيهاجم كتير. طيب تعالوا نشوف بقى التعليمات الفرديه المهم جدا في التشكيله دي. اول حاجه هتيجي الاولى دي تخليه اتاك، اللي هو اللاعب اللي انا قلت لكم مايسترو الفريق، ده مهم جدا. تاني حاجه تخلي اللاعب الباكات دفاعيه. اختار بقى الباك اللي هو ناحيه اللاعب اللي ايه اللي احنا خليناه يهاجم. بصوا، خلينا ده ديفنس، ده ديفنس عشان ده هيهاجم، فده يغطي المكان ده، تمام. تالت حاجه هتيجي لده تخلي الهجوم يثبت قدام. رابع حاجه تخلي المهاجم الاخير يثبت قدام. اذا كده انا عملت التعليمات ان الاتنين دولت يثبتوا في الهجوم وما يرجعوش، ان ده اللي هو اللاعب ده يفضل يلعب في الهجوم. هيبقى كده على ارض الملعب يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ده بيغطي في الحته دي، وهتلاقي ده بيغطي في الحته دي، ماسك المنطقه دي كلها، وده بيلعب في الحته دي بالظبط. بالظبط اللي انا قلته ده هو اللي هيحصل. مش هتكون بالمنظر ده، لما تكون الهجمه عليك هيرجعوا ويدافعوا، وهتكون انت متماسك دفاعيا في الهجوم، هتقلب الهجمه، تمام. ويكون عندك بدلاء للعبه دي. جرب التشكيله دي وانت هتدعي لي زي كل مره، وانتظر تحت رايكم في الكومنتات بعد ما تجرب التشكيله. فاللايك والشير، انتظركم.